دوري 2025-2026 اللي الجماهير نهته بأكتر كلمة معبرة، وهي لآخر نفس. فعلا في الدوري ده جماهير الزمالك أمنت وحلمت وسعت وحاربت هي واللعيبة لحد آخر نفس. فبرغم إيقاف القيد وبرغم الأزمات وبرغم كل القضايا اللي حصلت، الدوري ينتهي والزمالك يكسبه، يبقى موسم إعجازي عمره ما هيتنسي في تاريخ الدوري، خصوصا بعد تسليم درع الدوري بالطيارة. الدوري اللي حصلت فيه حكايات كتير وحواديت كتير، كان لازم اعمل له فيديو واسيبه على صفحتي علشان افتكر دايما الموسم ده، الموسم اللي زيزو سابنا فيه بعد ما كان جمهور الزمالك كله عشمان وبيقول له هديك من ذهبي وهديك من راتبي، علشان يجي لنا لعيب برازيلي قصير محدش يعرف عنه حاجة فيتحول يبقى واحد من جمهور الزمالك. ينسينا زيزو. اخوان بزيرة مقارنته بزيزو هي جريمة كروية. زيزو تقدر تقارنه بالشحات، تقدر تقارنه بإمام عاشور، تقدر تقارنه بشيكو بانزا. اقول لك ساعتها ان شيكو بانزا اسرع من زيزو، بس زيزو الفينش بتاعه احسن سواء في العرضية او سواء على الجون. انما ان تقارن خوان بزيرة بزيزو ده جريمة كروية. خوان بزيرة تقدر تقارنه بشيكابالا، تقدر تقارنه مصطفى فتحي، ايمن حفني، وهكذا. ده راجل مبدع، ده راجل عنده حلول، يعني البروفايل بتاعه مختلف عن زيزو تماما. منها لجمهور الزمالك اللي بيحيي اللعيبة بعد الخسارة في ماتش الأهلي 3-0، في وقت كل الناس، أنا ذات نفسي لو كنت في الملعب كنت ممكن أشتم اللعيبة. فأسكت الجميع وصدم الجميع إن هو بينده اللعيبة وبيحييهم، وده بيدل على مدى ثقافة ونضج الجمهور، وإنه واعي باللي اللعيبة فيه واللعيبة عدت بيه، وبيقول لهم الله يكون في عونكم. للكونفدرالية الاستاد يتقفل، أول دخلة في تاريخ الكرة المصرية بالاستاد كله، وربنا ما يردش إن احنا ناخد البطولة، تبقى انكسارة كبيرة ومعرضين الموسم يضيع. لعيب عندك محمد شحاتة والده يتوفى، اتحمل على نفسه ويلعب، ومن سوء حظه ان هو اللي ضاع الكرة اللي ضاعت البطولة علشان يعيش أسوأ أيام حياته. أنا لو مكانه أنا خلاص أقول الدنيا قفلت في وشي، أنا مفيش فرح تاني بعد كده. عواد اللي ينزل بعد غياب سنة كاملة علشان ضربات الجزاء، فما يصدش ضربات جزاء فالدنيا تسود في وشه. فربنا كبير، ربنا بيعوضهم بعدها ب4 أيام بالدوري، ويشاء القدر ان عواد يصد ضربة جزاء تكون حاسمة في الماتش، وانها كانت ممكن تغير الماتش. ربنا بيطبطب عليه. الدوري اللي فيه المهدي سليمان اللي عنده 38 سنة، ما كانش خد بطولات في حياته، دي اول بطولة ياخدها، يروح كاس العالم مع المنتخب. اشد المتفائلين ما كانش يتخيل ان المهدي سليمان هيلعب في كاس العالم او هيروح كاس العالم. فدي حدوتة تانية في الدوري تبين لك ان انت لما تسعى ربنا بيكافئك، وعمر ما الوقت بيفوت عليك. حتى لو كنت في اخر مسيرتك ربنا قادر يكلل مجهودك ويعوضك عن تعب السنين اللي فاتت كلها، بس انت اسعى واجتهد وسيبها على الله. عبد الله السعيد اللي الاهلي حاول ينهي مسيرته من ساعة ما مشي، ربنا بيكافئه وبيعوضه وبياخد دوري. ده ممكن يكون الدوري الأغلى في تاريخ عبد الله السعيد بالنسبة له. فالدوري كله حواديت وكله حكايات، منها الجمهور اللي بيعمل تيفو وبيعمل دخلة للجمهور، وحتى صورة جماهير الزمالك اللي كانوا يعني المريض واللي عنده إعاقة واللي توفى والكفيف اللي بيتفرق، حاجة تخلي جسمك يقشعر. يعني ملحمة، ملحمة متكاملة من الجمهور للعيبة اللي بتلعب من غير مستحقات. دوري إعجازي وأسطوري وعمره ما هيتنسي. في الوقت اللي كان الزمالك الناس كلها بتقلل منه وتقولك لو طلع تالت يعمل فرح، في الوقت اللي الأهلي فرقته بمليارات وبيراميدز فرقته بمليارات، ربنا بينصف الزمالك وبينصف جمهوره. ألف ألف مبروك لجمهور الزمالك، دوري صبري والجماهير.